هادوك اللي كيتهموا السلطان المولى عبد العزيز بانه باع البلاد وباع سبته ومنيليه بدراجه هوائيه، يعني بيكالا، راهم معروفين شكون هما. كاين جزائريين من كبيرهم حتى لصغيرهم بدون استثناء، وكاين المغاربه الانفصاليين اللي كيحلموا باش يأسسوا جمهوريه الريف بالشمال، والمغاربه الانفصاليين ايضا اللي كيحلموا يأسسوا الجمهوريه العربيه الصحراويه وزيدوا عليها الجزائريه بالجنوب. وكاين المغاربه الجمهوريين اللي كيحلموا حتى هما يحولوا النظام الملكي بالمغرب الى نظام جمهوري. هاد المغاربه الانفصاليين والجمهوريين كلهم كراكيز بيد الكابرانات بالجزائر، كتحركهم بمداخيل الغاز والبترول وعلى حساب الشعب الجزائري المغلوب على امره. والمغاربه الاحرار الوطنيين اللي كيسموهم بالعياشه واللي كيموتوا على الارض ديالهم وعلى ولادهم كيكذبوا هذا الخبر الزائف وهذه الاشاعات بالاعتماد على المصادر والمراجع التاريخيه. المصادر والمراجع التاريخيه كتأكد بأن سبتة احتلتها البرتغال سنة 1415 في عهد المارينيين ماشي في عهد العلويين، ومليليا احتلتها أيضا إسبانيا سنة 1497 في عهد الوطاسيين، راه ماشي في عهد العلويين. وبالتالي فسبتة ومليليا هي من أولى المستعمرات الأوروبية في شمال إفريقيا، لأن إسبانيا والبرتغال احتلتهما منذ قرون وبالضبط في القرن 15. أما السلطان المولى عبد العزيز المتهم ببيع البلاد لإسبانيا مقابل بيكالا كان كيحكم المغرب في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، يعني ما بين 1894 و 1908.